هو مسلسل سفاح الجيزة حقيقي ولا متغير فيه تفاصيل؟ ناس كتير بتسأل هو مسلسل سفاح الجيزة فعلا مستوحي من أحداث حقيقية؟ يعني السفاح الحقيقي اللي هو اسمه قذافي فراج عبد العاطي قتل كل الناس دي ولا المسلسل إيه قصته بالظبط؟ بص علشان تبقى عارف إن السفاح الجيزة الحقيقي قتل فعلا أشخاص منهم مراته وصاحبه، والمؤلف واخد القصة لكن باني عليها تفاصيل تانية زي ما بنقول بالبلدي كده إن هي نفس الأكلة لكن متغير فيها شوية بهارات. سفاح الجيزة الحقيقي واخد حكم إعدام لكن الحكم لسه ما اتنفذش عليه لحد دلوقتي وعامل نقد عليه. محمد صلاح العزب اللي هو مؤلف المسلسل قال بنفسه ان المسلسل ده مش فيلم وثائقي، ده مجرد عمل درامي من خياله لكن بيستند فيه على بعض الوقائع الحقيقيه. المؤلف قال كمان ان هو ما فكرش ولا مره ان هو يزور القذافي في السجن ولا حتى يتواصل مع حد مع اهله علشان ياخد بعض التفاصيل، ونبه على الناس ان هي ما تخلطش ما بين الحقيقه وما بين الخيال الدرامي. بس هنا في ناس انتقدته وبتقول بما ان التفاصيل مش كلها حصلت في الحقيقه فما كانش فيه داعي ان المسلسل يكون اسمه سفاح الجيزه. بس كده، فانتوا ايه رايكم في الكلام ده؟ والسلام عليكم.